يا مساء الفل حبايب سينوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده بسكوت حلو جدا وسهل جدا، ناعم ودايب وريحته وطعمه تحفة، وفي نفس الوقت مش بياخد اي وقت لا في التسوية او في التحضير، ومكوناته ومقاديره موجودة عندنا في كل بيت. تابعوني لاخر الفيديو علشان تخرجوا بسكوت اجمل من ده كمان. هنبدأ مع بعض بالمقادير. عندي هنا 320 جرام من الدقيق بما يعادل 2 كوباية بالمج الإزاز وعليهم معلقة كبيرة. الدقيق متعدد الاستخدامات. عندي كمان 40 جرام من النشا بما يعادل 2 معلقة كبيرة هرمية. يبقى ناخد 2 معلقة كبيرة من النشا هرمية، وعندي كوبايتين وعليهم معلقة كبيرة من الدقيق. دي المعلقة اللي أنا أخدت بيها المعيار، تبقى المعلقة كبيرة ومليانة. عندي كمان هنا 90 جرام من السكر البودرة بما يعادل كوباية إلا ربع من السكر البودرة. عندي كمان 180 جرام من الزبدة، يعني كوباية أو مج بنشيل منه معلقتين كبار. بالمعلقة دي المفروض مج نشيل منه معلقتين كبار. وعندي فانيليا وملح، وهاخد كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر هنحطها على الدقيق واحنا شغالين مع بعض دلوقتي. هراجع معاكم المقادير تاني واحنا شغالين. البيضة طبعا تكون بدرجة حرارة المطبخ، الزبدة ما تكونش متجمدة ولا سايحة، يعني ما تبقاش سخنة او متجمدة في التلاجة. بس السكر تطحنيه عادي في البيت، مش شرط تجيبي سكر مطحون من بره. تاخدي مقدار السكر كوباية الا ربع بعد ما تطحني، يعني انتي طحني السكر بتاعك وبعد كده خدي منه كوباية الا ربع. كده تمام، كل المقادير معانا واضحة. نبتدي بقى بالطريقة. هنحط الزبدة والسكر مع بعض ونقلبهم مع بعض بالمضرب اليدوي، مش محتاجة مضرب كهرباء، مش محتاجة اي ادوات، بمنتهى السهولة كده هقلب الاتنين مع بعض. هرجع معاكم المقادير مرة تانية. بعد ما احط الزبدة والسكر مع بعض واقلبهم، احط البضاية والفانيليا، وكمان هناخد سنة صغيرة من الملح يعني. هراجع معاكم المقادير. عندي هنا 320 جرام من الدقيق بما يعادل كوبايتين ومعلقة كبيرة. عندي 40 جرام من النشا، يعني 2 معلقة كبيرة هرمية. 90 جرام من السكر البودرة بما يعادل كوباية إلا ربع، وكمان 180 جرام من الزبدة. وعندي يعني 180 جرام من الزبدة، يعني مج وبشيل منه معلقتين كبار، وبيضة وفانيليا وذرة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هسيب لكم برضو المقادير تحت في صندوق الوصف. هنرجع بقى للوصفة بتاعتنا. حطينا كل المكونات اللي شفناها مع بعض. بعد كده هنبتدي بقى نحط النشا ونحط عليها ذرة صغيرة كده من الملح. حطيت الأول الزبدة والسكر وقلبتهم، وبعد كده البضاية وعليها الفانيليا وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده حطيت النشا مع ذرة الملح، وهنزل كل المكونات كده علشان كله يختلط مع بعضه. بعد ما اقلب المكونات مع بعضها هبتدي بقى اجيب معلقة صغيرة من البيكنج باودر واحطها على الدقيق. زي ما قلت لكم الدقيق ده متعدد الاستخدامات، ما زودش البيكنج باودر عن كده عشان البسكوتة ما تفرش مني والشكل بتاعها يبوظ. معلقة صغيرة على المقدار ده كويس جدا. وبعد كده هبتدي اضيف الدقيق بالتدريج. غالبا بتاخد الكوبايتين والمعلقة، لكن ممكن المعلقة دي نخلي بالنا نحتاجها او ما نحتاجهاش على حسب قوام العجينة بتاعتي، وهقولك ازاي تظبطيها وتعرفي ان هي اخدت كفايتها يعني. هقلب الدقيق كله بس اعجنه بايديا علشان يتعجن كويس. هو احنا مش بنحتاج نعجن فيه زي المعجنات والمخبوزات، مجرد ان احنا بنجمع الدقيق وباقي المكونات مع بعضها بتبقى كده خلاص جهزت معايا علشان البسكوتة تفضل معايا ناعمة. مجرد ما الدقيق يختفي يبقى كده تمام، هي جهزت بالشكل ده. بصوا طرية ازاي، مش بتشقق، معناها انها طرية ومظبوطة كده تمام. المقدار بتاعي مظبوط. سبتها 5 دقايق بس في التلاجة، مش اكتر من كده. وبعد كده ابتديت اجيب اكياس من بتاعة التلاجة واحط كيس فوق وكيس تحت، واحط في النص العجينة وافردها. الطريقة دي بتبقى سهلة جدا علشان اشكل البسكوت براحتي.
بصوا بقى بنشكله ازاي. يعني بعد ما فردته بالشكل ده هجيب المدق بتاع البفتيك وهبتدي اعمل الاشكال اللي احنا شفناها في البسكوتة. بيدي شكل حلو جدا وفي نفس الوقت سريع، ومش هنتخيل جمال البسكوتة بجد تحفة جدا. وزي ما احنا شايفين كده بمنتهى السهولة، بعد ما فردت العجينة لا هي سميكة ولا رفيعة، ابتديت بعد كده اعمل اشكال بالمدق بالجنب اللي فيه حاجات طالعة وحاجات نازلة كده. وبعد كده ابتديت جبت القطاعة بتاعة المخلل او القطاعة المشرشرة دي، وابتديت اقطع البسكوتة وافصل كل واحدة عن التانية بالشكل ده. بصوا الاكياس بتساعدني ان انا اشيل البسكوتة واحطها في الصينية المدهونة بزبدة او زيت خفيف. بصوا هنا عملت يعني العجينة فردتها برضو بين كيسين، وبعد كده ابتديت اساوي الاطراف، وبعد كده ابتديت اشكلها بالمدق بتاع البفتيك. طب لو مش عندك المدق ده، ممكن بتجيبي اي قطعة دائرية، كوباية او مج او اي قطعة عندك، وبعد كده بتبتدي تقطعي العجينة خالص يعني بسهولة خالص. وممكن تجيبي اللي هو السيخ بتاع الشيش طاووق وتعملي فيها نقط كده، بيبقى شكلها حلو، او بالشوكة. مش شرط خالص الشكل ده لو مش متاح عندك المدق. بصوا بعد ما فردت العجينة بقى عملت اشكال ورا بعض بشكل منتظم كده، ببتدي بقى اشيل العجين الزيادة ده. العجين الزيادة ده مش بيترمي، انا برجع افرده تاني بين الاكياس وارجع اشكله تاني بنفس الطريقة. بصوا شلت كل الاطراف، وبعد كده بقى ابتدي افصل البسكوتات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تشكيل رائع كده وفي استمتاع وانتي بتعمليه، حلو جدا جدا. كده خلاص انا قطعت العجينة بتاعتي بالشكل ده، وهبتدي بقى اشيل البسكوتات دي واحطها في الصينية. طبعا انا مسخنة الفرن، هدخل الصينية دي في الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. بتاخد حوالي 20 دقيقة، بس احنا برضو نبص عليها بعد 15 دقيقة ونشوف اذا لقيناها اخدت اللون المظبوط من تحت، بنبتدي نطفي الفرن ونشغل الشواية عليها دقيقة او دقيقتين. ما بتاخدش اي وقت خالص، وبيبقى هش جدا جدا، واول ما بيخرج بيبقى متماسك. يعني مش محتاج ان انا اسيبه فترة طويلة علشان اشيله من الصينية. الصينية مدهونة زي ما قلت لكم. الفرن يكون متسخن قبل ما ادخل البسكوت بتاعي. وده البسكوت بتاعنا، بصوا دايب وحلو قوي قوي، يعني بجد طعمه وريحته خطيرة. اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبك الفيديو ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم، التعليقات الحلوة اللي بتسيبوها، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.